الإدمان كلمة أول ما نسمعها بيجي ببالنا أحكام قاسية. في ناس بتشوفه ضعف إرادي، وفي ناس تعرف إنه هو نداء استغاثي لشيء أعمق، لخوف أو صدمة ما تعالجت. اليوم ما رح نحكي عن الإدمان كظاهرة اجتماعية، بل رح نغوص بالكواليس النفسية لنفهم شو اللي بيصير جوا عقل وقلب الإنسان لما يفقد السيطرة على نفسه. دكتور وجدي، هل الإدمان ضعف إرادي أم مرض نفسي؟ يعطيكم العافية رب. بداية، الإدمان ليس ضعف إرادي، إنما اضطراب بالدوائر المسؤولة عن نظام المكافأة ونظام التحفيز ونظام اتخاذ القرارات داخل هذا الدماغ. لذلك منه ضعف إرادي. إمتى بتتحول العادات إلى إدمان؟ تتحول وقت ما بيفقد الفرد المدمن السيطرة على سلوكياته، على قراراته، على مجريات حياته. تصير هي العادات ما عاد عنده سيطرة على إبطائها أو منع نفسه منها أو منع سيطرته عليه. كذلك الأمر وقت ما بتصير هي العادات بتأثر وبتعيق العمل، الزواج، الحب، العلاقات الاجتماعية، حتى ممكن تأثر على اضطرابات النوم واضطرابات الطعام واضطرابات السلوكيات اليومية والحياة اليومية بأساسياتها حتى. هل ممكن يكون الإنسان مدمن وهو مفكر حاله إنه مسيطر تماماً على حياته؟ ممكن طبعاً، لأنه هي بتصير على مبدأ دائرة معرفية شعورية سلوكية، على مبدأ أنه أنا بقدر سيطر على نفسي، ولكن بنفس الوقت أنا عبحصل على المتعة أو عبحصل على الراحة النفسية أو بحصل على شعور أنا عبفقده بالواقع، ولكن بنفس الوقت أنا مدمن، أنا ما بقدر أدرك على المادي. ليش الأشخاص ممكن يجربوا شيء بسيط وبعدين يتحول لحالة إدمانية؟ كذلك الأمر من مبدأ الجملة ذاتها، إنه أنا قادر أتركها بأي وقت. هلأ أنا محتاجة لحالة لحظية أو حالة آلية أو ضمن ظروف زمنية محددة أو ضمن ظروف عبمر فيها أنا أو ضغوط عبمر فيها أنا أو نظام عمل عبمر فيه أنا. يعني مثال صغير، في شخص بيجي بيقول لك أنا مضطر أخذ هاي الحبة لأنها رح تعطيني قدرة على السهر أكثر والقدرة على عدد ساعات عمل أكثر. مع الوقت هذا الشيء رح يسيطر عليه، مع الوقت رح تتغير مخطوطاته المعرفية والدوائر العصبية داخل دماغه والنواقل العصبية والهرمونات حتى، فبالتالي هون بيتحول الإدمان مجرد عادي أنا كنت أستفاد منها لا اضطراب داخل دماغي. يعني مستنتج إنه كل شخص بيستخدم مادة إدمانية هو بالنتيجة رح يصير مدمن حتى لو لفترة قصيرة؟ هلا لفترة قصيرة ليك المواد هي مواد تفوت تندمج كيميائيا. المواد اللي فيها تندمج كيميائيا مع نواقلنا العصبية ومع هرموناتنا ومع موادنا الكيميائية الموجودة بدماغنا، والدماغ يعتمد اعتماد كلي لنقل سيالاته العصبية على هاي المواد الكيميائية الموجودة عندنا بالأساس، مثل الدوبامين أو السيروتونين أو الإكستوسين أو باقي النواقل العصبية. هاي المواد بمواد الكيميائية الموجودة فيها بعناصرها تدخل وتندمج مع العناصر الطبيعية فيستبدلها الدماغ، فيصبح اعتماده على المواد أو النواقل أو العناصر الكيميائية الموجودة بالمواد، ويلغي اعتماديته على إفرازها الطبيعي داخل دماغنا. من هون الدماغ عاد بصير يتفكك داخليا وبصير فيه مشاكل جواته وصراعات واضطرابات داخله، منها شعورية ومنها معرفي ومنها عاطفي ومنها كذلك الأمر سلوكي وحتى عصبي. شو أكثر خرافة عن الإدمان بتتمنى أنها تختفي من المجتمع؟ الصراحة عدة خرافات. بعتقد اللي عم يسمعنا هلأ بهي الحلقة رح يعرف شو أنا عم بحكي. خليني أقسمها لعدة خرافات. شيء بيلمس المواد اللي عم تستخدمها الناس أو عم يستخدمها المتعاطين والمدمنين عليها. مثال مادة الكريستال ميث أو الشابو أو الميثامفيتامينات حسب مسمياتها اصطلاحيا. في كثير ناس تعتقد أنني بتلك المادة أستطيع أن أصبح فحل جنسيا، قوي جنسيا، أستطيع أن أصبح إنسان قوي بدنيا، صاحب طاقة، صاحب شجاعة أعلى، أستطيع أن أتغلب
على منافسيني، أو أتغلب على أندادي، أو أتغلب على حتى المصايب الموجودة بحياتي. أصبح شجاع من خلفه، وهذه خرافة طبعا. نرجع عاد للمادة الثانية اللي هي الكبتاغون، أو كما مشهورة محليا كبتي، حبوب الكبتي. في كثير من الطلاب تستخدمها، وهي خرافة، بتزيد لي التركيز. أنا وقت ما يكون عندي امتحانات، أو وقت ما يكون عندي دراسي، أو وقت ما يكون عندي شيء أنا مهتم فيه دراسيا أو أكاديميا، وأنا بعرف نفسي قلق أو متوتر، فهي الكبتي أو هي الحبوب تفيدني، تعطيني أولا قدرة على السهر أكثر، تمام، بسهر زيادة، ونفس الوقت تعطيني قدرة على التركيز المفرط أكثر. هي أكيد رح تعطيه تركيز عالي، رح تعطيه قدرة على السهر، بس شو آثارها عاد بعدين؟ بيفقد التركيز كليا بعدها. فبالتالي هي خرافات، هي خرافات. نرجع عاد للخرافة الثالثة إذا بدي نحن نحكي عن المواد الموجودة محليا. نرجع هون لمادة الحشيش. مادة الحشيش خلاص هي هون بتعالج مشاكل النفسية، وهي خرافة. في كثير اليوم معتمدين بالعلاج النفسي، طبعا علاج نفسي ذاتي من غير الذهاب لمختص أو طبيب أو دكتور أو صاحب موعظة معينة، تمام. ذاتيا أنا أستخدم مادة الحشيش لعلاج القلق أو علاج التوتر أو علاج أي مشاكل أخرى، حتى علاج مشاكل الزوجية أو المشاكل الموجودة مع زوجتي أو مع عائلتي أو مع شريكتي بالحياة. يعني أنا خليني أكون صريح شوي لنحكي بشكل توعوي أكثر، إنه أنا هاي المادة حتى إذا عندي ما عم بقدر أتقبل زوجتي، أو أنا ما عم بقدر أتقبل زوجي جنسيا، حتى بستخدم هاي المواد لصير أتقبله وسلك الحياة أو مشي الحياة معه. طبعا هي كلها خرافات. هي باللحظات الآنية بالبداية أكيد رح تعطي قدرة أو رح تعطي متعة، ما هي تدخل على نظام المكافأة والتحفيز. مسكن مؤقت فينا نقول. مؤقت، يا عيني عليك. كذلك الأمر، طب هذا رح تحدث خلل بهذا النظام بعد فترة أو على امتداد تعاطيها إلى أضرار جانبية طبعا. فهي خرافة. الخرافة اللي بعدها هي عامة عاد فيني أقولها، أن تلك المواد، أو بيجي شخص بقول لك هاي المواد نحن ما بندمن عليها، نحن بنتعاطاها كمادة مثلها مثل أي أدوية أخرى لنعالج حالنا. هي فينا نقول فينا نعممها على كثير أشخاص عم مدمنين وغير مدمنين. صح. من هذا المبدأ بيشرب مشروب معين بيقول إنه ما بيأثر فيني، ما بيأثر فيني. تماما تماما. شو الشيء اللي بيحاول الشخص المدمن يهرب منه؟ هي دائرة، خلينا نسميها دائرة معرفية فيها قواعد معينة. يعني خليني أشرحها بطريقة كمان مبسطة أكثر. مثلا أنا أشعر بالفراغ النفسي، بالفراغ العاطفي، بالفراغ المادي، بالفراغ الجنسي، عندي قلق، عندي توتر، عندي تشنج بعلاقاتي بشكل عام، زوجتي مع شريكتي، مع شريكي، مع صديقي، مع أمي، مع أختي، مع أبي بشكل عام، أو مع رئيسي بالعمل حتى. فأنا فقدت القدرة على السيطرة على مشاعري أو انفعالاتي أو اندفاعاتي، فقدت الشعور بالمكافأة أو بالإنجاز أو بالراحة أو بهداوة البال كمصطلح شعبي. فأنا هون أتجه لتعاطي تلك المواد. هي شكلت ظاهرة، شكلت خرافة، شكلت إشاعة، إنه هذه المواد تنتج لك شيء ناقصك، تعطيك شيء أنت تشعر بالفراغ بسببه. فأنت بتحاول تروح لهي المواد كطريقة لعلاج أو لتخفيف أو لتسكين الألم النفسي. هي حالة رمزية. هون بعد تدخل بالإدمان. نفس الوقت ممكن المواد ذاتها هي تشكل كمان قلق واكتئاب وفراغ نفسي، لأنه أي مدمن على المخدرات وبس تتمكن منه هي المخدرات، تتمكن من دماغه، من معرفته، من مشاعره، من سلوكياته، فورا راح يصير في عنده اضطرابات بعلاقاته الاجتماعية، راح يصير في عنده انطوائية وعزلة واكتئاب وعدم قدرة على التواصل بشكل جيد مع الآخرين. بالتالي الفراغ النفسي يؤدي إلى الإدمان، والإدمان يؤدي إلى الفراغ النفسي، علاقة متبادلة. يعني بنوصل إنه الإدمان له علاقة مباشرة بالاكتئاب والقلق اللي بيكون مثلا عند شخص معين بيؤدي للإدمان؟ ليس علاقة مباشرة، وإنما نتائج
ممكن نتيجة القلق والاكتئاب إحدى الأفكار التي تأتيه كآلية دفاع لحماية نفسه من القلق والاكتئاب أن يذهب لتعاطي تلك المواد، ويمكن تلك المواد أن تسبب قلق واكتئاب كنتيجة. ليش بعض المدمنين يشعروا بالخجل والذنب ومع هيك بيستمروا بالإدمان؟ تمام، هون يصير الإنسان قلق. قولا واحدا، القواعد الأساسية اللي تربينا عليها أو اللي تربى عليها هذا الإنسان بعدها موجودة داخل ذاكرته، داخل معرفته، داخل منطقة الوعي عنده، فبالتالي هو بيعرف عم يقوم بشيء غير مقبول، مكروه، ممنوع، يسيء إليه اجتماعيا، ولكن يقول في نفسه أنا أستمتع بها، أنا أشعر بالمكافأة من بعدها أرتاح. هون عادة بتتشكل خليني أسميها معادلة شعورية معرفية، حاجة للمتعة، ألم نفسي وقلق بسبب عدم قدرتي على تلبية تلك المتعة، يصبح بعدها تعاطي تلك المادة، أشعر بالذنب فأتعاطى تلك المادة لأنسى شعوري بالذنب أو أغطي على شعوري بالذنب أو أعالج شعوري بالذنب من بعد تعاطي المادة. دائرة مغلقة تدور حول نفسها. هل الصدمات النفسية بالطفولة بتخلي الشخص أكثر عرضة للإدمان؟ الطفولة ممكن أن تصنع استعداد للإدمان، ولكن ليس كل إنسان تعرض لصدمات أو ترومات بالطفولة فنتيجته الحتمية هي الإدمان أو أن يذهب إلى الإدمان. كذلك لهون تتدخل، حتى الإنسان صابه صدمات تتدخل عاد هون البيئة اللي عايش فيها كثقافة، كوعي، كتربية، كأخلاق، كدين، كضوابط اجتماعية وأسرية وأخلاقية ودينية، خليني أقول هيك. فبالتالي ليست نتيجة حتمية، وإنما ممكن أن تكون من ضمن الأسباب ومن ضمن الاستعدادات للتوجه لهذا الإدمان. طيب، بذكر العائلة، كيف بتعرف العائلة إنه في أحد أفرادها بحاجة مساعدة أو إنه هو مدمن؟ هلأ المدمن ما بيتخبى، المدمن وليس الإنسان اللي عم يتعاطاها كل فترة أو بعده جديد مجربها أو مبلش فيها. خليني أحكي ببساطة، تظهر عليه علامات تغيرات بسلوكياته، تغيرات بانفعالاته، بردات فعله، بطريقته بالتواصل. يعني مثال، لنفترض أنا عندي مراهق بالبيت أو ابن بالبيت أو شاب بالبيت أو حتى بنت، ممكن حتى البنات والنساء تتعرض للإدمان، تفوت بالإدمان. كانت لفترة معينة منعزلة، منطوية، مكتئبة، فجأة بتغيب، ترجع بنلاقيها عندها طاقة، عندها حيوية، أو عنده طاقة وعنده حيوية وعنده نشاط، انرجي، صخب. هون في شيء حصل فجأة، يعني في شيء مش عبثي يعني. تمام؟ بتتغير عاد شهيته للطعام، بيتغير عاد نمط سلوكياته، نمط قراراته، نمط اهتماماته، حتى بتتغير صحته العامة. يعني مثل إذا بيتعاطى مادة الحشيش لفترة طويلة وأدمن عليها، أكثر شيء رح يصيبه هون فقدان شهيته للطعام، يعني رح ينحف هذا الإنسان. تمام؟ وفي تغيرات ثانية يعني بتظهر علينا، ممكن عاد نراقب عاد سلوكياته إذا حسينا بتغيرات مفاجئة، ممكن نراقب سلوكياته خارج المنزل، نراقب شو عم بيجيب، نراقب شو عم يتعاطى، نراقب شو عم بيخبي. كذلك الأمر في علامات أعلى مستوى بتبين، تظهر مثلا هذا الشخص ممكن ترك عمله فجأة، ما عاد قدر يروح على العمل، ترك مدرسته فجأة، ترك علاقة هو عايشة أو فايت فيها بحياته، كأنه علاقة عاطفية ولا علاقة اجتماعية عابرة أو عامة. ففي تغيرات ظاهرة تحدث بشكل فجائي وليس بالتواتر، يعني بشكل تدريجي، إنه في أسباب معينة لا خسر هاي العلاقة أو خسر هاي العمل، لا، بشكل فجائي حدث تغيير. هاي علامات ممكن تدل الإنسان إذا عنده بالبيت شخص مدمن أو متعاطي. طيب، ذكرت إنه رح يراقبوا تصرفاته، فهون بنوصل لموضوع إنه في تصرفات بتصدر من العائلة ممكن تخلي الموضوع يتفاقم ويزيد سوء. بالضبط. فشو التصرفات اللي بتنصح أي عائلة عم تواجه هاي المشكلة يبتعدوا عنها؟ أولاً، بحكم تخصصي من أكثر من 3 سنين أنا خرجت بشعار بخصوص موضوع الإدمان عن طريق صفحتي الخاصة على الفيسبوك أو على باقي
وسائل التواصل أو من خلال المحاضرات أو الدورات اللي أنا أشرفت عليها وأدرتها. هذا الشعار كان يقول: المدمن يعالج ولا يعاقب. المدمن يعالج ولا يعاقب. بالأخير هو منه إنسان سيء، منه إنسان شرير، منه إنسان لا يحق له أن يتعافى. لا، هو إنسان مثلنا مثله، ما هو فرد من عائلتنا، من أسرتنا، بالأخير منا وفينا، ما بيخرج منا يعني. فهو نحن لازم نعالجه وما نعاقبه. فبالتالي بدي تكون طريقتنا معه طريقة واعي، طريقة لطيفة، طريقة فيها نسبة وعي أكثر من مجرد أني أنا أكون صاحب ردات فعل على نمط الإدمان اللي هو عم بيقوم فيه، أو ردات فعله اللي خرجت منه من خلف الإدمان، أو سلوكياته اللي صارت عنده من خلف الإدمان. فأنا هون بدي أكون واعي لهذا النمط اللي هو عم بصير فيه، اتوعى، استشير، اتعاطى مع أشخاص أصحاب تخصص أو أصحاب خبرة بهذا الموضوع، ويرشدوني كيف أتصرف معهم مع المدمن اللي عندي كأسرة. فلذلك قولا واحدا: يعالج ولا يعاقب. يعني هل المواجهة المباشرة مع الشخص المدمن بتجيب نتائج عكسية؟ لا، ليست المواجهة المباشرة، وإنما نمط المواجهة، شكل المواجهة، شكلية المواجهة، ماهية المواجهة. هاي أنا وقت ما بتواجه معه بعلاقة تنافسية وعلاقة ندية وعلاقة عقابية، بالتالي هون راح أعطيه انتكاسي وراح وجهه نحو الإدمان ونحو الخطر ونحو الإيذاء الذاتي أو إيذائي أنا كذلك الأمر بنفس الوقت. أما وقت ما تكون مواجهتي معه مواجهة واعي، مواجهة عارف أنا شو النمط اللي بدي أعامله فيه، راقب المثيرات النفسية اللي أدته لتمسكه بهي المادة، وأنا أقول ساعده عليها وأتفهم وأكون واعي معه فيها. هون أنا مواجهتي بتكون مفيدة. وين بينتهي دور الأسرة وبتبلش مسؤولية الشخص نفسه؟ خليني أكون صريح، لا الأسرة بتنتهي دورها حتى لو كان الشخص صار مسؤول عن نفسه. ممكن هذا الأسرة ساعدت هذا الفرد المدمن المضطرب، أخذته للعلاج، أخذته على مركز، أخذته على مصحة، على مشفى، بغض النظر، عالجته وتخلص من المواد. تمام. أنا هون بدي يكون كأسرة دوري كمان بنفس الوقت مراقب لانتكاسات هذا الفرد، للمثيرات الأساسية اللي أدت عنده للتوجه للإدمان. بدي راقب وساعده إنه ما ترجع له هاي المثيرات. كان ممكن تكون مثيرات بيئية، أسرية، عائلية، عاطفية، شعورية، مشكلة ما. فأنا بدي يكون رديف لتحمله لنفسه لمسؤوليته. فهون أنا أحب أنه الأسرة لا تنتهي دورها بغض النظر عن السبب، ومسؤوليته هو كشخص. تمام، مسؤوليته هو عاد هون بس يتخلص من المواد، والمختص أو الطبيب المسؤول عن علاجه أو الشخص المدير لعلاقته العلاجية أو مشكلته العلاجية بس يقرر أنه هو صار هو مسؤول عن نفسه. فينا نقول أنه هو صار مسؤول عن نفسه، لأنه هون أصحاب الخبرة كطبيب أو كدكتور أو كمعالج رح يعرف إمتى الشخص صار واعي، وإمتى هي المواد ما عادت عم بتأثر على اتخاذ قراراته أو اتخاذ انفعالاته أو ردات فعله. هون الشخص بيقدر يكون مسؤول عن نفسه. إمتى بيصير عنده الشخص انتكاسي؟ يعني بعد ما يكون خلص بلش يتعالج بيرجع بحس حاله رجع لنقطة الصفر. تمام. مثل ما حكينا من شوي إنه موضوع الإدمان أو الأسباب هي علاقة ودائرة مغلقة، قلق أو توتر أو مشاكل أدت للإدمان، أو إدمان قلق سبب قلق واكتئاب. كذلك الأمر إذا عادت تلك الأسباب، يعني أنا مثلا توجهت لإدمان الكيبتاغون لأني مثلا ما عندي تركيز، بشعر بالقلق، بشعر بالاكتئاب، ما إلى أوكي، رحت عالجت، خلصت من الإدمان، خلصت. طب أوكي، بعدني عايش بالفراغ وعايش بالاكتئاب وعايش بالقلق ونقص التركيز ولم يعالج. المشكلة الأساسية لم تعالج. ممكن هون ترجع تدفعني ويحدث انتكاسي، لأنه جسدي خلق ارتباط شرطي معها، دماغي ربط ارتباط شرطي معها، أحصل على المكافأة وأستطيع أن أنجز هذا الارتباط الشرطي، أستطيع أن أنجز بسبب تلك المادة. طيب هل الانتكاسي تعني أن العلاج فشل؟ تمام. الانتكاسي تعني يجب أن يكون هناك أو يطلب هناك إعادة تقييم للخطة العلاجية التي أقيمت على الفرد المدمن. ممكن أن يكون نقص أو خطأ تقدير من الطبيب المعالج أو المعالج المشرف على حالة المدمن. ممكن يكون الخطأ موجود من الأسرة أو البيئة أو الجو اللي عايش فيه هذا المدمن. ممكن تكون حالة صحية معينة لم تلاحظ، فهنا
هنا يحدث إعادة تقييم للخطة العلاجية، وليس هذا يعني فشل العلاج. ممكن شخص بينقطع فترة منيحة مثلا عن الدخان وبعدين بيرجع لنقطة الصفر، بيكون في حلقة مفقودة، مم. تعاد طبعاً تقييمها، أي تعاد مدة تقييم زمنية. الطريقة، تعاد تقييم تجربة انقطاع مم. أو محاولة قطع التدخين. هل الإدمان على الهاتف والسوشيال ميديا بيشبه من الناحية النفسية الإدمان على المواد المخدرة؟ طبعا تشبه بين الحالة النفسية والحالة البيولوجية داخل الدماغ. حتى نحن هذا حكينا من شوي إنه مش ضعيف إرادي، وإنما هو اضطراب بالدوائر والمخططات المسؤولة عن نظام التحفيز ونظام المكافأة ونظام اتخاذ القرارات، فهو نمط ونظام داخل الدماغ. تمام؟ كذلك الأمر الإدمان على الأشخاص في العلاقات العاطفية نفس الشيء، الإدمان على المواد الإباحية نفس الشيء، الإدمان على الألعاب أو السوشيال ميديا أو نفس الشيء، كنظام دماغ ونظام نفسي نفس الموضوع، كأنه مدمن على المواد المخدرة. كعلاج بيكون أهون؟ مش قصة أهون أو أصعب، حسب الحالة النفسية، حسب البنية النفسية لدى الفرد. كل فرد ما بتقدر تقارني بين شخص وآخر. تمام؟ ما بتقدر تقارني بين شخص وآخر. إدمان السوشيال ميديا بيستدعي برأيك إنه الواحد يروح لعند معالج نفسي؟ بيستدعي، طبعا بيستدعي، لأنه نحن بنسميه الإدمان الرقمي، وهذا الشيء أو الشاشات الزرقاء يعني تسبب مشاكل حتى على الإدراك البصري وليس البصر فقط، على الإدراك السمعي وليس السمع فقط، لأنها تؤثر على ثقافة الإنسان، وثقافة الإنسان بتأثر على قراراته وسلوكياته لكل عمره للمصير. فأنت هون وقت ما بتتوجه لمعالج أو لطبيب أو لدكتور بيساعدك على هذا الأمر، فأنت عم يساعدك بتوجهك لمصير حياتك ككل، فيستدعي طبعا. بيقدر الإنسان يتعافى من الإدمان نهائياً؟ طبعا إذا توجه للعلاج الصحيح والمكان الصحيح للعلاج، وكانت الأسرة مساعدة بهذه الخطة، طبعا يتخلص. بيقدر الحب والاهتمام العائلي إنه يعالج الشخص من الإدمان؟ أكيد لا، ليس كافي، وإنما عامل مساعد جدا لتطور العملية العلاجية والخطة العلاجية تكون أقوى فاعلية. شكراً لك دكتور، يعطيك ألف على عافية. في قلبك يا رب. بختام حوارنا اليوم بنكتشف إنه رحلة التعافي من الإدمان ما بدها بس أدوية، بدها قبل كل شيء بيئة تفهم، تتقبل وتدعم من دون ما تحكم. إنه الحب صح يمكن ما يكون لحاله كافي للتغيير، بس هو الأمل اللي بيخلي أي بداية جديدة ممكنة. تذكروا دائماً طلب المساعدة عمره ما كان ضعف، بل هو أول خطوة بالطريق الصحيح.